السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر مستجدات لنادي الزمالك حتى الآن يا جماعة مفيش أي أخبار تاما على التعاقد مع أي لعيب رسمي، كل الكلام مع الوكيل بتاع اللاعب بس. ثنائي فاركو هم اللي على رادار نادي الزمالك، وأسامة فيصل لاعب نادي البنك الأهلي، واللي هو صعب جدا علشان فيه الأهلي وبيراميدز داخلين فيه. فأسامة فيصل في يعني بنسبة كبيرة جدا جدا هيكون رايح هنا وهنا وهنا، فاهم؟ فهيكون عليه ضغط كبير. حتى الان نادي الزمالك المدير الفني هيعلن عنه قبل الاعداد، قبل دخول الاعداد، المعسكر الاعدادي للموسم الجديد. طبعا حمزه المسلوسي هيكون عدم التجديد ليه والرحيل بره. وايضا امبارح زي ما شفنا وكيل اعماله لما اتكلم قال لك ازاي يعني كان المفروض يعني احنا نكرمه يعني ونجدد له يعني، وزي علي معلول مع الاهلي. بس نادي الزمالك بيبص على ان الاجانب اللي عنده مش عاملين الاضافه الكافيه لنادي الزمالك، هو بس الاستثناء الواحد بنتايج، لكن الباقي كله مفتوح ليهم الرحيل. لو جالهم اي عرض هيقبلوه على طول نادي الزمالك. ان شاء الله الفتره الجايه نقدر ان احنا نعلن عن المدير الفني اول ما هيعلن عنه، وكل اللي جاي ان شاء الله هنبلغكم بيه. لو كان عجبكم الفيديو ما تنسوش متابعه ولايك وتعليق جميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.